مساء الخير عليكم أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم حبة طبطبة. عارف اللي أول ما حاجة تحصل يقولك أصل الظروف، أصل الناس، أصل أنا اتظلمت، وأصل وأصل وأصل، بس عمره ما قال أصل أنا غلطت. كلنا بنغلط وكلنا بنتعرض لمواقف صعبة، بس المشكلة تبدأ لما تحط كل حاجة وحشة حصلت على شماعة الظروف ونقفل الموضوع على كده، وساعتها بنظلم نفسنا قبل أي حد، ما علشان ببساطة ما بتديش نفسنا فرصة نصلح ولا نتعلم. أنا هحكي لكم قصة بسيطة ممكن ناخد منها معنى كبير. جات لي رسالة على الصفحة عندي ومن شخص اسمه مروان بيحكي وبيقول إنه كان كل ما يدخل مشروع يفشل، فيقول إيه؟ الناس مش بتساعد، أصل السوق وحش، الدنيا ضدي. بس في يوم وقف قدام نفسه وسأل طب أنا عملت إيه غلط؟ اكتشف إنه بيتأخر، ما بيخططش كويس، وبيشتغل من غير تركيز. ومن ساعتها بدأ ينجح، مش لأن الظروف اتغيرت، بس لأنه بطل يعلق فشله على شماعة الغلط. مش كل حاجة غلط بتحصل يبقى الغلط مش منك، أوقات بنكون إحنا السبب بس مش بنعترف. ومفيش عيب إنك تغلط، العيب إنك تفضل تهرب وتلعب دور الضحية. طيب إزاي نخلع شماعة الغلط ونتصرف صح؟ واجه نفسك بصدق، اسأل نفسك من غير تجميل أنا عملت إيه؟ كنت فين من اللي حصل؟ وساعتها تكتشف إن المشكلة مش في الدنيا، المشكلة في رد فعلك. كمان فرق بين السبب الحقيقي والمبرر اللي بتهرب بيه. قول أنا مش فاشل عشان الظروف وحشة، أنا محتاج أغير أسلوبي وأطور من نفسي أو أختار اختيار مختلف. اعترف بغلطك حتى بينك وما بين نفسك، الاعتراف أول خطوة للإصلاح. مش لازم تعلن ده قدام الناس، بس لازم تعترف قدام نفسك. اشتغل على التغيير الواقع بدل ما تشتكي منه. لو الظروف فعلا صعبة ابدأ بالتغيير الصغير، نظم وقتك، طور نفسك، خد خطوة حتى لو بسيطة. ابعد عن دور الضحية، مفيش حد ناجح لعب دور الضحية وكمل. كل اللي نجحوا قرروا يغيروا الحكاية مش يشتكوا منها. قولولي ايه اخر حاجة علقتوا عليها شماعة الظروف وشماعة الغلط؟ ولو بصيتوا جواكم اكتشفتوا انكم كنتوا جزء من الغلط، خلي في قلبك حبة طبطبة، بس خليك صادق مع نفسك. ما تحطش كل مشاكلك على شماعة الغلط، علشان تقدر تصلح وتبدأ من جديد وتكسب نفسك وتكسب كل حاجة حلوة انت محتاج لها. أنا رشا علي، ودي كانت طبطبتنا للنهاردة. أشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله في برنامجكم حبة طبطبة.